بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف ألف خير. ونبدأ كده بسم الله. عايزين نتكلم عن الفيسبوك واللي عامله الأيام دي في الناس. في حاجة غريبة جدا 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 في الصفحات، في البيجات، في الجروبات، في الإعلانات نفسها، في الفيسبوك نفسه. في حاجة غريبة، في حاجة مريبة بجد. الفيسبوك بيعمل كل فترة كده، لو تفتكروا كان بيعمل تحديث أو تعديلات من غير ما حد ما يكون عارف هي ايه. الفيسبوك بقى دلوقتي اي كلمة غريبة، حتى ولو مثلا زي مثلا كلمة مبيد البق، كلمة مبيد السحري، كلمة آمن على الأطفال، كلمة حاجات كتير جدا انت ممكن تكوني مش متخيلة ان هي ممكن دي تكون تنتهك معايير سياسات الفيسبوك، وهي تطلع فعلا ان هي انتهاك لمعايير السياسات او ضد اللي هم السياسة اللي ماشيين بيها. فخلوا بالكم البوستات اللي تنزلوها اليومين دولت كلمتين ما قل ودل، يا دوب بس كده تعريف بسيط عن المنتج اللي هو مثلا منتج، حتى كلمة منتج آمن، مبيد آمن، تخيلوا بتنتهك سياسات ومعايير الفيسبوك. يعني احنا نخلي بالنا جدا جدا واحنا بنشتغل في الاعلانات اليومين دول، نخلي بالنا جدا جدا، لان كل الاعلانات مش هتتقبل. فخلوا بالكم وكونوا حذرين وانتوا بتعلنوا وانتوا بتنشروا وانتوا بتشتغلوا. لان انا ما كنتش واخده بالي من النقطه دي الايام اللي فاتت، وما كناش فاهمين ايه الدنيا. واتقفل لي 3 بيتجات، 3 بيتجات اتقفلوا لي عن طريق الاعلانات بتاعت مثلا ان انا بكتب المبيد السحري، الحل الامن، اللي مش عارفه ايه الكلام ده كله. الكلام ده بيعتبر في انتهاك سياسات الفيسبوك، فهو بيمنعه طبعا ان هو يتنشر. فبيقوم جاي باعت رسالة انه في انتهاك او في عنصر غير مرغوب فيه في الصفحة، فيقوم جاي قافل الصفحة يقولك ابعتيلي البيانات. طبعا ابقي حليني لو فتح لك الصفحة تاني. فلازم تخلي بالك وانت بتعلني تكتبي ما قل ودل. يعني انا مش عارفه اقول لكم اكتبوا ايه، يعني لانه فعلا ما كده يعتبر ما فيش كلام هنكتبه. حتى الصور بتاعت قبل وبعد بقى الفيسبوك بيعتبرها ان هي انتهاك. انا مش فاهمه، طب احنا نعمل ايه؟ فعلى العموم خلوا بالكم، خلوا بالكم، خلوا بالكم، لان دي كده ممكن تعرض البيدجات بتاعتكم للخطوره، ممكن تعرضها ان هي تتقفل، ممكن تعرضها للمساءلة مثلا، ممكن تعرضها لحاجات كتير. فأتمنى ان انتوا تكونوا حذرين جدا في التعامل مع الفيسبوك بالذات، وتحاولوا تختاروا بوستات عادية جدا 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 للنشر. ان شاء الله حتى لو صورة كده بتدل على المنتج نفسه وكلمتين حلوين وخلاص. يعني حاولوا ان انت ايه اللي هو كلمتين ما قل ودل زي ما بيقولوا خلاص. يعني ما تدخليش في تفاصيل بقى وان هو منتج امن ومن غير ريحة وبيقضي على حشرة البق، وما تقعديش تكتبي كلمة بق كتير في الاعلان. او مثلا مبيد النمل والصراصير، او مثلا تحطي صورة البق او صورة الصراصير او صورة النمل. كل ده خلوه في جروباتكم، لانه في البيدجات بينتهك سياسات ومعايير الفيسبوك. تمام؟ فخلوا بالكم من الحتة دي كويس جدا جدا جدا، واستعينوا بالله وابتدوا اشتغلوا وانتشروا. والايام دي في ركود عشان احنا داخلين على المدارس والناس اللي بدأت دروس، وكل الناس يعني مهتمة جدا بالدروس. الله يعين كل الناس، وطبعا كلنا عندنا اولاد، ربنا يحفظ لنا اولادنا. فهتلاقينا كلنا في نفس الدايرة وفي نفس السلسلة وفي نفس الدوامة. ف كلنا نراعي شعور بعض، ونراعي اننا كلنا في مركب واحدة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.